متواصلين بالمطاعم يتمرقوا حتى ما زلنا نستقبل ضيوفنا متواجدين نستقبل معنا المدربين واللي ممكن كثير هذا مهم سام. شنو مدام؟ أهلا وسهلا فيكي. معاكم المدربة الدولية. الله يسعد قلبك يا رب. معكم المدربة الدولية نهى دعنا من فلسطين. جايتكم على تونس من الخليل تحديدا، صاحبة سنتر ليالي جويل. أول مرة تكون متواجدة في أوسكار. طبعا أول مرة بنزل أوسكار اللي هو شمال إفريقيا في تونس، وزيارتي لهون في مجال التجميل عشان نشوف التقنيات ونشوف مختلف الثقافات والجنسيات. تجميل كتير حلو. شو رأيك في أوسكار؟ الأوسكار ما شاء الله كان إشي كتير أعطى بصمة رائعة. فخورة جدا بوجودي معكم مع حبايبنا أهل تونس، وفخورة كتير في الأشياء اللي عم بشوفها في الأوسكار، في التقنيات، في التفاصيل الصغيرة اللي أنا عم بشوفها. عندك شيء يعني تسمعوا أنت ولا غيره؟ بحب طبعا أقدم شكر كتير كبير لرئيس الاتحاد الموجود معنا الأستاذ رائد دبش، ونائبه الأستاذ جمال شقيرات. كمان ما بننسى منظم ورئيس الأوسكار اللي هو الأستاذ بسام دريرة والأستاذة أسماء دريرة. شو تحب تقول في تسوية مدام أسماء؟ شكرا كثير لإلها، شكرا على الاستضافة. استضافتها اليوم لإلي كثير حلوة، وكثير شرف إلي كثير كبير إنه أكون معكم، وأكون كمان هوني عاملة شو كثير حلو. إن شاء الله رح تنبسطوا، ورح تكون لمسة فلسطينية حلوة موجودة في تونس. ربنا شرفنا ونورنا بحضورك، إن شاء الله ديما موجودة ومتألقة على الخير. مبسوطين.